سلام الله عليكم، أهلا ومرحبا بكم. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وأحوالكم طيبة. نكملوا جولة ديالنا في مراكش، واليوم جولتنا في أبهى قصور مراكش الحمراء، قصر الباهية. في هذا الفيديو كنتمنى تركزوا على التفاصيل في كل ركن من أركان القصر، فهو من أفخم القصور اللي أبدع فيه الصانع المغربي، بكل ما فيها من تصاميم زليج والسقوف المنقوشة وغيرها. يعود بناء هذا القصر إلى عهد الدولة العلوية للوزير أحمد بن موسى على عهد السلطان عبد العزيز، واستغرق 6 سنوات متتالية. وفي هذه الفترة الطويلة ديال البناء ديالو كانوا أعوان بأحمد كل ما سألوه في أمر ما إلا ورد عليهم كلمة حتى تكمل الباهية، يعني أن كل الأمور بقات متوقفة حتى اكتمل بناء القصر. لهذا ولات هذه الجملة متداولة بين المغاربة والمراكشيين خصوصا، وذلك للإشارة لهول المصيبة أو ازدياد الأوضاع سوءا بعد ما كانت سيئة في الأصل. إلا أنه توفى قبل ما يتم البناء ديالو سنة 1900، وارتبط قصر الباهية باسم زوجة بأحمد، حيث أطلق اسمها للباهية الرحمانية عليه مودة وتخليدا لها، فتكونت بذلك سيمفونية امتزجت ضمنها حكايات العشق بالهندسة، كما توحدت عبرها المشاعر بالزخارف، فأعطت صورة مميزة عن عمق الحضارة المغربية في بداية القرن العشرين. تمتد مساحة القصر حوالي 22 ألف متر مربع، وكتضم 150 غرفة وقاعات وأجنحة، فالبعض منها كتوصلك للغرفة الأخرى. فمعظم أبوابها الخشبية الضخمة والمنقوشة بالألوان كتفتح هي والنوافذ على الساحات والحدائق الداخلية، وهذه وحدة من التصاميم الجميلة في المنازل القديمة في جميع مدن المغرب للحفاظ على حرمة سيدات القصر أو المنزل، فلن يستطيع أحد رؤيتهن بهذه الطريقة، وفي نفس الوقت كيتمتعوا بأشعة الشمس وبالهواء. أعلم حبوب خاطري من جرى عليا والعفا، امتى يا ملكي نشاهد خدك يضوي على الرصان ما بين محافل الريان، ونقول بريت من علي ونسيت. كل سقوف الغرف مصنوعة من الخشب الأرز ومنقوشة بألوان مختلفة ومتناغمة، والمستخلصة من مواد طبيعية كالزعفران، الرمان والحناء. والجميل أنه كتلقاو في كل غرفة تصميم السقف كيختلف عن الغرفة الأخرى، لا من ناحية الشكل والألوان ولا الزخارف الجميلة اللي كتميز بها كل وحدة عن الأخرى. أما بالنسبة لهذه المدفأات فقد أضيفت في عهد الحماية الفرنسية عندما كان هذا القصر مقر لأحد جنرالات فرنسا. راضي بهواك ماشكي صبر الضرر عالتي، نفرح ونقول ما مشاليت مجهدي في البها حرام، وانا ما ضعني نظام نسمع قول الحسود فيا يتقدر بعد ما صفى، وين العهد الموثق وحنا خاوة بلا خصام. أما بالنسبة للأرضيات فهي كلها مبلطة بالزليج المغربي أو بالفسيفساء اللي كيطغى عليه اللونين الأزرق والأبيض، والمتراصة بطريقة دقيقة وباحترافية. وفي وسط كل الساحات كتلقاو نافورات مصنوعة من الرخام الأبيض اللي كتزيد للمكان رونقا وجمالا. الشعر والنظام وبراول مالها سوا، ونعرفك صاحب اللطافة والرافقة والمسا
كيبقى قصر الباهية من أفخم وأجمل القصور ورائعة من روائع الفن المعماري المغربي اللي كتجلب صيتها زوار وسياح من كافة أنحاء العالم. وأنا شخصيا في أول زيارة ديالي لها انبهرت بهذا الكم الهائل ديال الجمال، وخصوصا في النقوش الملونة اللي على الخشب، وكذلك الأبيات الشعرية اللي منقوش على الجبس. وهذا راجع لكل حرفي وفنان عطى من وقته بالتعب والجهد ديالهم باش يبدعوا ويقدموا هذا الجمال اللي تشكل به قصر الباهية. كنتي عندي بحال روحي وانا ليلك تغلى، نخدع ونقبل قدا ونبايع عليك حين ننظر وجهك يا شرد العفا. اما صبرت خاطري كان يدوز قمر ضحكا وحلف صعد لسكا، ما بيدي ما ندير نطلب مولاي يجود بالشفا. كنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم ونكون وصلت لكم بعض المعلومات عن هذه التحفة المعمارية المغربية قصر الباهية. وبالنسبة للموقع ديالو فهو يقع في المدينة القديمة بالقرب من الملاح أو الحي اليهودي. ما تنسوش لايك وتعليقاتكم وآراءكم حول هذا الفيديو فهي تهمني كثيرا. وإلى اللقاء في تحفة جديدة وأماكن أروع بمدينة مراكش الحمراء في الفيديو القادم إن شاء الله، وشكرا جزيلا. بعد ايام الموالفه